قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إيه اللهم صل على النبي؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وأولى الأقوال أن معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه وتعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد هو اللهم عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وتعظيمه في الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. يعني يا ربنا عظم نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنيا، دايما تجعل سيرته عالية ودينه ظاهر وشريعته باقية لحد يوم القيامة، وفي الآخرة تكرمه أكتر وتعظم ثوابه وتديله أعلى المقامات وتشفعه فينا وتخلي ليه المقام المحمود اللي ولا حد غيره يناله. يعني لما ربنا بيقول لنا صلوا عليه، ربنا بيأمرنا ندعي ونطلب منه يعلي مقام النبي، مش اننا نبتدي التعظيم، لا ده هو اصلا النبي معظم من ربنا، بس احنا بندعي بالزيادة والفضل ليه. طب والسلام عليك ايها النبي. قال الفيروز أبادي: ومعنى السلام عليك أيها النبي أي لا خلوت يا رسول الله من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات، إذ كان اسم الله تعالى السلام إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا. يعني بنقول يا رسول الله ربنا يحفظك من كل سوء ويكرمك بالبركة والخير اللي ما ينتهوش، ويا رب اجعل دعوة نبينا محمد محفوظة وسليمة من كل شر، وأمته تزيد وتكبر وذكره يفضل عالي في السماء والأرض واسمه دايما منور. طب ايه ثواب وفضل اللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن الجوزي في بستان الواعظين: واعلموا رحمكم الله أن في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الجبار. ربنا بنفسه هيصلي عليك، اللي هيصلي على النبي صلاة واحدة يصلي بها الله عليه 10 صلوات. والثانية شفاعة النبي المختار، النبي يشفع لك لأنك كنت بتكثر الصلاة والسلام عليه في الدنيا. 3 الاقتداء بالملائكة الأبرار، أنت بتقلد الملائكة الطاهرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت لما تصلي على النبي يبقى أنت بتقلد الملائكة. 4 مخالفة المنافقين والكفار، يعني هتكون عكس الكفار والمنافقين لأن هم ما بيصلوش على النبي. 5 محو الخطايا والأوذار وتتغفر ذنوبك كمان. 6 قضاء الحوائج والأوطار، ربنا يقضي ليك كل حوائجك. الصحابي اللي قال سأجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا يغفر ذنبك ويكفى همك. وده اللي احنا عايزينه في الدنيا والآخرة، إن ربنا يكفينا هموم الدنيا ويغفر لنا ذنوبنا في الآخرة. 7 تنوير الظواهر والأسرار، يعني ربنا هينور لك قلبك وحياتك. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني أنت لما بتصلي على النبي ربنا بيصلي عليك فيخرجك من الظلمات إلى النور. 8 النجاة من عذاب دار البوار، يعني ربنا هينجيك من عذاب الآخرة. 9 دخول دار الراحة والقرار، يعني هتدخل الجنة اللي هي دار الراحة والقرار. 10 سلام الملك الغفار، إن ربنا الغفور الرحيم سيسلمك ويسلم عليك. يعني لما تقول اللهم صل على محمد انت مش بس بتدعي، انت بتشارك في تعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبتلمس رحمة ربنا وبتقرب من نور النبي صلى الله عليه وسلم وبتحط رجلك على طريق الجنة. طب ايه هي افضل الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الصلاة الإبراهيمية اللي هي نص التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل عام وأنتم بخير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.